بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في بنات كتير فاكرة ان الأنوثة يعني هدوء مبالغ فيه أو ضعف أو إنها تبقى دايما لطيفة حتى لو على حساب نفسها، بس الحقيقة مختلفة تماما. الأنثى بجد هي واحدة فاهمة نفسها، عارفة هي بتحب ايه وبتكره ايه، عارفة حدودها ومش بتسمح لحد يعديها، مش بتجري ورا حد عشان يحس بقيمتها لأنها أصلا شايفاها. الأنوثة مش إنك تبقي مقبولة من الناس، الأنوثة إنك تبقي مرتاحة مع نفسك حتى لو مش الكل فاهمك. أول حاجة لازم تفهميها، الأنوثة مش ضعف، الأنوثة قوة هادية، القوة اللي مش محتاجة صوت عالي ولا خناق ولا إثبات للكل. الأنثى بجد لما تتكلم الناس تسمع، مش عشان صوتها عالي لكن عشان كلامها واثق وطالع من شخصية مستقرة. طب نبدأ بأول خطوة حقيقية، اعرفي نفسك بجد، مش اللي الناس قالوه عنك ولا اللي اتعودتي عليه. اسألي نفسك، أنا بحب ايه؟ ايه اللي بيضايقني فعلا؟ ايه اللي بيسعدني حتى لو بسيط؟ لأني من غير معرفة نفسك هتفضلي تقلدي غيرك، وده أبعد حاجة عن الأنوثة. رقم 2، بطلي تجري ورا الاهتمام. الأنثى بجد مش بتطلب الاهتمام، هي بتجذبه. ازاي؟ بإنها مش متاحة طول الوقت، مش بتتكلم كتير عن نفسها، ومش بتحاول تثبت إنها مميزة، هي بس طبيعية وواثقة. رقم 3، خلي عندك هدوء داخلي. مش معنى إنك بتضايقي إنك تنفجري، مش معنى إنك زعلانة إنك تعملي مشكلة. الأنوثة فيها تحكم في المشاعر، مش كبتها لكن إدارتها. لما تهدي وتفكري قبل ما تردي هتحسي بقوة. رقم 4، اهتمي بنفسك مش عشان حد، اهتمي بشكلك بجسمك بنظافتك براحتك النفسية، مش عشان حد يقولك انت حلوة لكن عشان انت تحسي انك مرتاحة في نفسك. الأنثى بجد بتحب نفسها، مش بتستنى حد يحبها عشان تصدق انها تستاهل. رقم 5، حطي حدود، دي من اهم علامات الأنوثة الناضجة. مش كل حد ليه حق يعرف كل حاجة عنك، ومش كل حد ليه حق يقرب منك. الأنثى بجد بتقول لأ من غير خوف ومن غير ما تبرر كتير. هنتكلم كمان عن حاجة الناس بتحسها فورا حتى لو قبل ما تفهمك، أسلوبك وحضورك وطريقتك في الكلام. أول حاجة، الجاذبية في الكلام. الأنثى بجد مش بتتكلم كتير، بس لما بتتكلم الناس تركز. ليه؟ لأن كلامها هادي وواضح ومش مستعجل ومش مليان تبرير. الغلط اللي بيضيع الأنوثة إنك تتكلمي بسرعة أو تقطعي أو تشرحي زيادة عن اللزوم. الصح، خدي وقتك في الكلام، سيبي مسافات بين الجمل وخلي صوتك فيه هدوء طبيعي مش تمثيل. جربي كده، بدل ما تقولي كل حاجة مرة واحدة قولي جملة واسكتي لحظة، هتلاقي اللي قدامك بدأ يركز أكتر. تاني حاجة، لغة الجسم الأنثوية. جسمك بيتكلم قبل لسانك. الأنثى بجد حركاتها مش سريعة ومتوترة، مش بتلف وتبص حواليها كتير، عينيها ثابتة وهادية وقعدتها فيها راحة وثقة. مش لازم تبقي مثالية، بس المهم تبقي مش مستعجلة على نفسك. كل ما حركتك هادية كل ما اللي قدامك يحس انك مرتاحة وبالتالي جذابة. تالت حاجة، الحضور اللي بيتلاحظ. في بنات تدخل مكان محدش ياخد باله، وفي واحدة تدخل الكل يحس بيها حتى لو ساكتة. الفرق مش في الجمال، الفرق في الإحساس بالنفس. الأنثى بجد مش داخلة تستنى تقييم، هي داخلة عارفة إنها كفاية، وده بيبان في مشيتها ونظرتها وحتى سكوتها. رابع حاجة، الغموض البسيط. مش لازم تحكي كل حاجة عنك، مش لازم تشرحي كل تفصيلة، سيبي جزء منك مش مفهوم بسهولة، ده بيخلي الناس عايزة تعرفك أكتر. بس خلي بالك، الغموض مش كذب ولا تمثيل، هو بس اختيار انك مش متاحة بالكامل لأي حد. خامس حاجة، الطاقة الأنثوية الهادية.
في فرق بين واحدة طول الوقت بتثبت نفسها وواحدة واثقة ومش محتاجة تثبت حاجة. الأنثى بجد مش بتدخل في جدال على كل حاجة، مش بتعلي صوتها عشان تكسب، ومش بتضغط على حد عشان يهتم بيها. هي ببساطة سايبة المساحة اللي تخلي غيرها يقرب منها. خلينا نتفق على حاجة الأول، في بنات فاكرة ان الأنوثة معناها تتصرفي بشكل معين، بس ده أكبر فخ. الأنوثة مش سلوك محفوظ، الأنوثة طريقة وجودك في الحياة نفسها. أول حاجة، الأنوثة مش إنك تبقي لطيفة، هي إنك تبقي صادقة. في بنات بتتعب نفسها إنها تبان كويسة طول الوقت، تضحك وهي مش عايزة، توافق وهي مش مقتنعة، تسكت وهي من جواها متضايقة. ده مش أنوثة، ده إنكار للنفس. الأنثى بجد لو زعلت تبان زعلها، لو رفضت تقول لأ من غير ذنب، لو ارتاحت تقول ارتحت حتى لو حد مش عاجبه. الصدق هو أول شكل من أشكال الجاذبية. رقم 2، مش لازم تبقي مفهومة عشان تبقي محبوبة. في فكرة غلط انك لازم تشرحي نفسك عشان الناس تفهمك، لكن الحقيقة كل ما حاولت تشرحي أكتر كل ما قل تأثيرك. الأنثى اللي ليها حضور مش محتاجة تبرر نفسها، هي بتختار ترد أو تسكت، ومش شايلة هم ان الكل يقتنع بيها. رقم 3، القوة مش في السيطرة، في عدم التعلق. في بنات فاكرة ان القوة انها تمسك الطرف او تفرض وجودها، لكن ده اجهاد مش قوة. القوة الحقيقية انك تقدري تسيبي علاقة مش مريحة، تسيبي كلام مش محترم، تسيبي مكان مش بيقدرك، مش عشان انت قاسية، لكن عشان انت مش محتاجة تثبتي نفسك في اي حاجة غلط. رقم 4، الأنوثة مش شكل، هي حدود. أكتر حاجة بتصنع أنثى حقيقية هي الحدود. مش كل حد يدخل حياتك يدخل دماغك، مش كل حد يكلمك يبقى ليه مساحة فيكي، مش كل اهتمام يستحق رد. الأنثى القوية مش اللي بتدي كتير، لكن اللي بتعرف تدي لمين وليه. التناقض مش ضعف، ده عمق. مش لازم تبقي ثابتة طول الوقت، يوم قوية ويوم هادية، يوم اجتماعية ويوم منعزلة، يوم بتضحكي ويوم مش طايقة حد. ده مش لخبطة، ده طبيعي، إنسانة حقيقية. الأنوثة مش قالب، الأنوثة حضور بيتغير حسب إحساسك. أخطر حاجة تضيع الأنوثة التعود على الاستنزاف. لما تفضلي تدي من غير ما تاخدي، تفهمي غيرك ومحدش يفهمك، تتحملي أكتر من طاقتك، هنا الأنوثة بتختفي، مش لأنها ضعفت، لكن لأنها استحقت تحت الضغط. ولو وصلت لحد هنا فأنت أكيد فهمتي حاجة مهمة جدا. الأنوثة مش حاجة تتعلميها من بره، هي حاجة بترجعي ليها من جواكي. مش محتاجة تتصنعي شخصية جديدة، ولا تغيري صوتك، ولا تمشي بطريقة معينة. كل ده تفاصيل مش جوهر. الحقيقة والأخيرة، أنثى بجد مش بتعيش عشان تبهر الناس، هي بتعيش عشان تكون مرتاحة في نفسها. هي مش بتجري ورا القبول، هي بتختار تكون في مكان يليق بيها. مش بتستهلك نفسها في إثبات إنها كويسة، هي بس بتكون. لو في حاجة تاخديها من الكلام ده كله، اختاري نفسك حتى لو ده مش بيرضي الكل. ارتاحي من دور إنك لازم تعجبي الجميع، وافتكري إن قيمتك مش محتاجة موافقة حد. وفي النهاية، الأنوثة مش صورة تقلديها، الأنوثة إحساس بالسلام مع نفسك. ولو وصلت للسلام ده، كل حاجة تانية هتيجي لوحدها. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل ما هو جديد في القناة. وإلى اللقاء إلى فيديو جديد إن شاء الله، مع ألف سلامة.